هنعمل مع بعض طبق اللفت الجميل دوت، بجد جميل وخطير. عايزه اقول لكم ان هو هيفضل مقرمش معاكم لاخر قطعه. بصوا القرمشه. انا هنا بوريكم ان دي مقطعاها، اللي هي المضلعه كده زي الجاهزه بتاعه المحلات، والعاديه كمان جميله وشكلها حلو. مقرمش لاخر حبه، حقيقي الطبق ده اخر حبه في المخلل. وكمان معايا كوبايه الويسكي بتاعه اللفت ديت. اوعى وشك بقى خطيره. يلا بينا نشوف هنعمله ازاي. انا هنا معايا اللفت، طبعا اللفت تجيبي الكميه اللي تناسبك وتناسب عيلتك. هنغسلها كويس، بس طبعا قبل ما نغسلها هنقطع العروش بتاعه اللفت، وتسيبي نسبه العيدان اللي انت عايزاها. وهنا انا بقولك تشيلي الجذور اللي بتبقى فوق ديت بالسكينه، واللفتايه تغسليها كده وتنشفيها وتبقى زي الفل معاكي. كده اللفت معايا جاهز للتقطيع. انا هنا معايا السلاح دوت، بنقطع بيه اللفت. بقطعه كده مشرشر زي الجاهز بالظبط. اللفت حلو قوي، من المخللات الجميله يعني الحلوه، وميتها بتبقى جميله وبتتشرب. بصوا انا قطعتها مشرشره اهي، زيها زي الجاهزه. هنقطع بقى بالسكينه. انا هقطعه كله بالسكينه، انا بس وريتكم واحده كده عشان لو حابه تعمليها مشرشره زي الجاهز بالظبط. السلاح اللي هو بيقطع اي خضروات يعني مشرشره، ده مش غالي يا جماعه، ده رخيص وفي متناول الجميع. يعني دي مثلا ممكن تعمل لها بتاع 17 ونص. ادي اللفت المشرشر، وادي اللفت اللي انا قطعاه بالسكينه العادي. دلوقتي انا هكمل الكميه كلها وارجع لكم. ادي اللفت بعد ما غسلته وقطعناه بالطريقه اللي تعجبنا. بصوا الجمال والحلاوه، اللفت كله زي القشطه. دلوقتي بقى هجيب حوالي كده 3 4 معالق كبار، وهرشهم على اللفت، وهقلب كده اللفت علشان الملح يجي في قلب اللفت كله. وهسيبهم كده حوالي ساعة او ساعتين، يعني ما نكترش عن ساعتين. انا هنا سبتهم ساعتين ورجعت لهم تاني. بصوا بقلب اللفتايه. انا هنا يا جماعه لقيت واحده لفت ما اتقطعتش، وما فيش تاني، هي دي بس. وانا هنا بوريكم الميه اللي نزلت من اللفت. هنقطع بقى اللفتايه كده اللي احنا لقيناها سليمه دي. ومره تانية هعمل لكم ازاي نخلي اللفت بحاله كده عشان يقعد معانا مده طويله، ممكن يقعد معانا بالسنه. قطعنا اللفتايه، وهنا انا حطيت اللفت في البطرمان وفي العلبه دي كمان بتاعه التلاجة. ومعايا هنا الاول كده مبدئيا لتر ميه، ومعايا بقى الماده اللي هتخليه مقرمش لاخر واحده، اللي هي معلقه سكر كبيره. وكمان نزلت عليه بمعلقه هريسه شطه، معلقه كبيره. هنقلب لغايه السكر ما يدوب. وحاطه هنا كمان ملح يا جماعه، نظبط الملح بتاعنا بقى. انا ما بحبوش حادق قوي عشان احنا بنشرب الميه بتاعته. احنا هنا خلاص كده خلصنا. حطينا ملحنا وحطينا معلقه السكر اللي هي بتبقى عباره عن مواد حافظه عشان تحفظه وتخليه مقرمش. هنغطي بقى كده على اللفت. وادي كمان العلبه دي هنغطيها كويس. ويا رب وصفه اللفت تكون عجبتكم، واشوفكم على الف خير.